لو عايزين تاكلوا ألذ كوكيز يبقى لازم تكملوا الفيديو ده. أول وأهم حاجة في نجاح أي كوكيز هو اختيارنا لنوع زبدة كويس. الزبدة بتكون مش طرية قوي ومش ماسكة قوي، يدوب لسه مطلعينها من شوية من التلاجة. بضيف عليها سكر بني وسكر أبيض، كل المكونات هكتبها تحت الفيديو. بقلبهم سوا لما يبقوا كريمي، واضيف عليهم البيض ومع الفانيلا. لما اتأكد بقى ان البيض والفانيلا اندمجوا مع المكونات الباقية، بضيف عليهم المكونات الجافة اللي هي عبارة عن دقيق ونشا وبيكنج باودر وبيكنج صودا، وأقلبهم كويس. يفضل ان احنا نستخدم سباتولا عشان ايدي ما تغيرش من حرارة الزبدة وبتخلي العجينة تسيح منك. بعد كده ضفت كوبايتين من الشوكليت شيبس. انا حبيت ان انا اعملهم ميكس، تقدري تستخدمي نوع واحد، وكمان لو متاح عندك تزودي كمان كوباية من عين الجمل. حجم الكوكيزة بيكون من 60 ل 100 جرام للواحدة. بعد كده بديها قرصتين كده عشان تديكي شكل الجاهز بالظبط. بحطها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبطلعها ادخلها في فرن متسخن قبلها على 180، بتاخد 10 دقايق. وسلام لو عندك بقى مروحة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير عندكم.